السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. في الفيديو ده هنشوف سوا واحدة من أفضل وأسرع الطرق لنقل الملفات ما بين جهازين كمبيوتر. على سبيل المثال هنفترض إنك اشتريت كمبيوتر جديد وعايز تنقل الملفات الموجودة في الجهاز القديم للجهاز الجديد. في الطريقة دي هعرفك ازاي تقدر من الجهاز الجديد تدخل على الدرايفز او البارتيشنز الموجودة في الجهاز القديم وتنقل الملفات كلها مرة واحدة. قبل ما ابدأ بفكرك تعمل سبسكرايب في القناة لو انت مهتم بالكمبيوتر والتكنولوجيا عموما وحابب تتعلم كل خفاياه واسرار. يلا بينا نبدأ سوا. الخطوة رقم 1 هو توصيل الجهازين في نفس الشبكة. وعشان اقوم بالقصه دي انا دلوقتي هفترض ان انا عندي جهازين، جهاز جديد وجهاز قديم، وعايز انقل الداتا من القديم للجديد. اول واسهل طريقه عشان اوصل الجهازين ويكونوا مع بعض في نفس الشبكه هو ان انا لو المكان اللي فيه الجهازين عندي فيه جهاز راوتر، فاسهل طريقه ان انا اوصلهم عن طريق الراوتر. وعشان اعمل الكلام ده ممكن اوصلهم عن طريق شبكه الوايرلس، طبعا دي اسهل حاجه واكتر حاجه مش مكلفه. او لو ما ينفعش او ما نفعش الوايرلس، على سبيل المثال ان الجهازين مش لابتوب، الجهازين مثلا اللي هم اجهزه الديسكتوب كمبيوترز ومش بيستخدموا الوايرلس، ففي الحاله دي ممكن اوصلهم عن طريق كيبلز. والكيبلز لو انت متعرفش ايه انواع الكيبلز اللي انت ممكن تستخدمها في توصيل الاجهزه، بتروح اي محل كمبيوتر وتقول له لو سمحت انا عايز كابل نتورك، بيبقى شكله بالمنظر ده، بيبقى في الغالب يعني طبعا بيبقى فيه كابل جاهز وكابل مش جاهز. انت هتشتري كابل جاهز وبيبقى اطواله بتبدا من حاجات بسيطه، على سبيل المثال ممكن مثلا متر ونص في 3 متر، واسعاره رخيصه جدا. فانت لو هتوصلهم عن طريق الراوتر بتشتري كابلين جاهزين، وكل جهاز بيبقى طرف او بتوصل طرف في الجهاز وطرف في الراوتر، فانت كده قمت بعمليه التوصيل. لو المكان اللي فيه الجهازين ما فيهوش راوتر، ففي الحاله دي هتشتري كابل واحد بس، وفي الحاله دي هتوصل الجهازين ببعض بشكل مباشر. الكابل بيبقى فيه طرفين، كل طرف بيتوصل في البورت او المنفذ الخاص بيه في الجهاز. في الحالة دي بقى تحديدا لو انت مضطر او في المكان اللي انت فيه ما فيهوش راوتر واضطريت ان انت توصلهم بشكل مباشر، في الحالة دي انت مضطر تستخدم الطريقة التانية اللي هي ايه بقى؟ ان انت هيتم وضع اي بي ادرس لكل جهاز. برجع انبه ان الخطوة دي فقط في حالة ان انا هوصل الجهازين بشكل مباشر. ليه؟ لان انا لو وصلت الاجهزة عن طريق الراوتر احدى المميزات بتاعته ان هو بيوزع اي بيهات بشكل اوتوماتيك على الاجهزة. فلو انا وصلت عن طريق الراوتر انا مش محتاج استخدم الخطوة دي واروح على الخطوه اللي بعدها على طول، لكن الخطوه دي ارجع اكد انها في حاله ان انا بوصل الجهازين بشكل مباشر. طيب ايه الاي بي؟ الاي بي بمنتهى البساطه هو عنوان مميز لكل جهاز، فبمنتهى البساطه بروح عند كل جهاز منهم النيو والاولد، وبحط له حاجه اسمها اي بي وحاجه اسمها سامنت ماسك. طبعا هنشوف الكلام ده بشكل عملي كمان شويه. تمام، فالاي بي على سبيل المثال زي ما انا كاتب كده 192.168.1 على سبيل المثال، واحد مثلا يبقى دوت 2، التاني يبقى دوت 3. دي كل دي امثله يعني. بعد ما اعمل القصه دي بروح بقى في الجهاز القديم اللي انا عايز انقل منه الداتا، وبفعل حاجه اسمها الادمنستريتور اكاونت. طيب ايه الادمنستريتور اكاونت؟ بمنتهى البساطه بيبقى كل جهاز بيبقى فيه حاجه اسمها اكاونتس او حسابات مستخدمين. واحد من حسابات المستخدمين اللي بتبقى نازله بيلت ان مع الويندوز حساب مستخدم اسمه ادمنستريتور، هو بيبقى اسمه كده. ده اهم واخطر حساب مستخدم، ومن اهميته وخطورته مايكروسوفت بتنزله على الجهاز بس بيبقى غير مفعل. نتيجه خطورته ان مثلا لو جهاز بيتعرض لهاكينج ولا حاجه، لو الهاكر قدر ان هو يستخدم او يمارس صلاحيات المستخدم ده، خلاص كده الجهاز اصبح ملكه. فمن خطورته مايكروسوفت باي ديفولت بتبقى منزلاه غير مفعل. انا بفعله في حالات خاصه جدا، ودي واحده من الحالات الخاصه. فاللي انا هعمله ان انا هعمل اكتيفيت او هعمل انيبل للاكونت دوت حساب المستخدم، وكمان هديله باسورد، اي باسورد. اهم حاجه ودي ملحوظه مهمه جدا جدا، ان انا بعد ما اخلص عمليه نقل الملفات وبعد ما تخلص خالص ارجع تاني للجهاز القديم واعمل ديسيبل ليه، او قبل ما اعمل ديسيبل ان انا اشيل الباسورد ارجعه من غير باسورد، لان هو الافضل للادمنستريتور اكاونت ان هو يفضل من غير باسورد، وبعد كده اعمل له ديسيبل مره اخرى. كده امان وحمايه عاليه جدا للجهاز. تمام، فناخد بالنا من النقطه دي. يبقى انا دلوقتي وصلت الجهازين، حطيت لهم اي بيهات، هفعل ايه؟ الادمنستريتور اكاونت. الخطوه الاخيره بقى هو ان انا هعمل كونكت من الجهاز الجديد على الجهاز القديم. طيب بعمل الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه في الجهاز الجديد بفتح الفايل اكسبلورر او اي ويندو
داخل الجهاز، وفي الادرس بار فوق او شريط العنوان بكتب المسار التالي، ان انا بكتب باك سلاش اسم الجهاز اللي هو الجهاز القديم طبعا، او الاي بي بتاعه لو انا عرفت الاي بي، فبالتالي بكتب يا اما النيم يا اما الاي بي، وبعد كده باك سلاش واحده والدرايف ليتر، وبعد كده علامه دولار ساين. يعني ايه درايف ليتر؟ يعني مثلا انا عايز اكونكت على درايف الدي بالكامل، فبكتب حرف الدي وبعد كده دولار ساين. فهفترض على سبيل المثال ان الجهاز القديم هنفترض ان هو اسمه اولد بي سي، وانا عايز اكونكت على بارتيشن الدي، فبكتب المسار بالطريقه دي، ان انا بكتب باك سلاش اولد داش بي سي اسم الجهاز كده، باك سلاش حرف الدي وبعد كده علامه دولار ساين. بعد ما اكتب المسار دوت، مجرد ما هدوس انتر هيطلع لي دايلوج بوكس كده، هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد اللي انا هعمل بيهم لوجن على الجهاز، فهكتب له طبعا كلمه ادمنستريتور في اليوزر نيم والباسورد اللي انا اديته للادمنستريتور. مجرد ما هدخلهم بشكل صحيح ودوس انتر، هلاقي نفسي جوه البارتيشن اللي موجود في الاولد بي سي او الجهاز القديم، واقدر بقى اسلكت مثلا على كل الداتا او اي داتا انا عايزها واعمل كوبي واعمل لها بيست في الجهاز الجديد. تعالوا بقى نشوف الخطوات العمليه ازاي نطبق الكلام ده. دلوقتي بقى هفترض ان انا بالفعل عندي جهازين، جهاز قديم فيه داتا وعايز انقل الداتا دي للجهاز الجديد، فده الجهاز القديم وده كده الجهاز الجديد. طبعا اتفقنا مع بعض ان اول خطوه هعملها ان انا هوصل الجهازين ببعض. انا دلوقتي هتعامل على اسوأ الظروف، اللي هو ان مفيش راوتر هقدر انشئ اتصال من خلاله، فهضطر ان انا اوصل الجهازين بشكل مباشر عن طريق كيبل او كابل نتورك. فطبعا قلنا في الحاله دي انا مضطر ان انا استخدم الطريقه الثانيه اللي هي عباره عن ان انا باساين اي بي ادرس لكل جهاز على حده. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي احط اي بيهات لكل جهاز. فانا عشان احط اي بي للجهاز بنزل تحت كده في الجزء اللي هو في التاسك بار او شريط المهام اللي هو جنب الساعه او تاريخ، هلاقي فيه علامه كده. العلامه يا اما علامه كره ارضيه بالمنظر ده يا اما علامه كمبيوتر. فباجي عند العلامه بضغط عليها رايت كليك وبختار اوبن نتورك اند انترنت سيتنجز. لو انتوا متلخبطين او حاسين ان العلامه برضو مش واضحه بالنسبه لكم، في طريقه تانية عن طريق الستارت، ومن الستارت بختار سيتنجز، ومن سيتنجز بختار نتورك اند انترنت، وبلاقي تحت في امر كده اسمه تشينج ادابتر اوبشنز، بضغط عليه بختار ايثرنت، رايت كليك، بروبرتيز، وبعدين بلاقي في حاجه اسمها انترنت بروتوكول فيرجن 4 تي سي بي اي بي، بختاره وبعدين بضغط على بروبرتيز وبقول له يوز ذا فولوينج اي بي ادرس. فاتفقنا مع بعض مثلا نيو بي سي هديله اي بي وليكن 192.168.1 دوت على سبيل المثال 3، ومجرد ما بضغط تاب من الكيبورد هو لوحده بيكمل السبنت ماسك 3.255.0، وبعدين بضغط اوكي وبعدين كلوز، وهروح على الاولد بي سي وهعمل نفس الخطوات. هروح بقى في الاولد بي سي، هنزل تحت جنب الساعه اوبن نتورك اند انترنت، وهنزل هختار تشينج ادابتر اوبشنز ايثرنت 0، رايت كليك عليها بروبرتيز انترنت بروتوكول فيرجن 4 يوز ذا فولوينج اي بي ادرس 192.168.1.2 مثلا. برضو هنا بمجرد ما بضغط تاب اوتوماتيك بيكمل السبنت ماسك لوحده. فهضغط اوكي بعدين اوكي. كده انا طبقت ايه؟ طبقت الخطوه الثانيه. فاكرين الخطوه الثالثه؟ في الخطوه الثالثه بعمل انيبل للادمنستريتور اكونت. عشان اعمل الكلام ده بمنتهى البساطه بروح عند علامه الستارت بضغط عليها رايت كليك، بروح اختار كمبيوتر مانجمنت، من الكمبيوتر مانجمنت على الشمال بختار لوكال يوزرز اند جروبس وبعد كده يوزرز. بلاقي في ادمنستريتور اكونت هتلاقي عليه علامه سهم، علامه السهم دي معناها ان هو ديسيبل، فهعمل رايت كليك وبعدين اقول له بروبرتيز، فهلاقي مكتوب اكونت از ديسيبل، بشيل علامه الصح وبعدين بضغط اوكي، وبعد كده بعمل له باسورد، رايت كليك عليه واقول له سيت باسورد بروسيد، وهحط له اي باسورد وليكن مثلا 123 وبعدين بضغط اوكي، فبيقول لي الباسورد هاز بين سيت. يبقى انا كده عملت تفعيل للادمنستريتور اكونت وكمان عملت اساين باسورد ليه. خلاص انا كده خلصت الخطوات اللازمه ان انا او جهاز الاولد بي سي بقى جاهز دلوقتي ان انا اعمل كونكت عليه. تمام، فزي ما انتم شايفين خطوات سهله وبسيطه جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله. طيب قبل ما اعمل كونكت هتاكد بس من الدرايف ليترز اللي انا هعمل عليهم كونكت. هروح عند زيز بي سي، هبص الاقي ان البارتيشن هنا واخد حرف الدي. طبعا بالنسبه لي السي ده سيستم فبالتالي مش محتاج منه اي حاجه، فبالنسبه لي البارتيشن اللي هعمل عليه كونكت هو الدي. طبعا ممكن يكون الجهاز القديم عليه اكتر من بارتيشن، يعني مثلا ممكن يبقى فيه دي واي وهكذا. انت طبعا بتعمل ايه؟ كونكت يعني بالتوالي، بعد ما بتنقل او بعد ما بتخلص نقل الداتا من بارتيشن معين ترجع تكونكت بنفس
الطريقه على بارتيشن بس بدرايف ليتر مختلف. طيب فانا عايز انقل كل الداتا اللي موجوده داخل هذا البارتيشن. فخلاص دلوقتي انا هيأت جهاز الاولد لعمليه الكونكشن، هروح دلوقتي اكونكت من جهاز النيو. دلوقتي بقى جينا لاهم خطوه من خطوات نقل الداتا من جهاز قديم لجهاز جديد، هي خطوه الكونكشن. بعد التاكد من الخطوات اللي فاتت، دلوقتي اللي انا هعمله عشان اعمل كونكت على الجهاز القديم ان انا هفتح اي ويندو او اي نافذه. يعني هتلاقوا تحت كده في التاسك بار او شريط المهام في علامه فولدر، بضغط عليها فبيفتح لي حاجه اسمها فايل اكسبلورر. فوق في شريط اسمه الادرس بار او شريط العنوان، باجي في اي مكان فاضي وبضغط كليك وبكتب باث او المسار الخاص بالجهاز التاني. عشان اعمل كده بكتب باك سلاش وبكتب يا اما النيم يا اما الاي بي، لكن الافضل او الاضمن طالما انا عارف الاي بي فبكتبه، وبعد الاي بي بكتب علامه باك سلاش واحده، وبعد كده درايف ليتر اللي انا عايز اكونكت عليه. انا مثلا هناك الدرايف ليتر هو واخد حرف الدي اللي فيه الداتا اللي انا عايز انقلها، وبعد كده علامه دولار ساين. تمام، وبعد كده بضغط انتر. المفروض ان هو بعد ثانيه او ثانيتين بالكتير بيظهر لي دايلوج بوكس بيطلب مني يوزر نيم وباسورد، لكن الموضوع لو طول زي ما طول دلوقتي فمن خبرتي بقول لكم ان كده هيبقى في مشكله او في ايرور هيظهر دلوقتي. فتعالوا نشوف فعلا لو الايرور ظهر ايه اللي هيحصل. طبعا اي حد هيجرب الخطوات دي وارد يحصل معاه حاجه من اتنين، يا اما هيظهر له دايلوج بوكس اللي هو هيطلب منه اليوزر نيم والباسورد فهيكتب ادمنستريتور والباسورد اللي هو عمله، يا اما هيظهر له الايرور ده. طيب انا كنت متعمد ان الايرور يظهر عشان اتعامل مع اسوأ المشاكل اللي هتحصل بالنسبه للناس اللي هتجرب او هتطبق عملي. فالفكره ان انا اول حاجه هعملها ان انا بتاكد او براجع الخطوات اللي انا مشيت عليها واتاكد ان انا مشيت او طبقت الخطوات بالظبط زي ما انا قلت. طيب انا بالفعل متاكد ان الخطوات تمام وكل حاجه انا منفذها بشكل سليم. من خبرتي بقول لكم بقى ان احيانا ممكن اللي بيمنع الكونكشن حاجه من اتنين، يا اما الفاير وول او في حاجه كده اسمها فاير وول، ده سيستم حمايه بينزل مع اي ويندوز كمبيوتر فساعات هو اللي بيبلوك الكونكشن، او الحاجه التانية هو برنامج الانتي فيروس اللي نازل على الجهاز. يعني بروح الناحيه التانية، لو لقيت الجهاز التاني او الجهاز القديم فيه انتي فيروس بحاول ان انا اوقف الانتي فيروس. تمام، لو انت معرفتش توقف الانتي فيروس خش على اليوتيوب واكتب اسم الانتي فيروس واكتب في السيرش يعني ازاي اوقف الانتي فيروس، فامشي على الخطوات، وقف او اعمل ديسيبل للانتي فيروس لمده 5 دقائق او 10 دقائق لغايه ما عمليه الكونكشن تنجح. لو مفيش انتي فيروس زي الجهاز اللي انا بشتغل عليه او بطبق عليه عملي، ففي الحاله دي بقفل الفاير وول. فانا هروح الناحيه الثانيه او الجهاز اللي هو الاولد وهقفل الفاير وول عشان يسمح بالكونكشن. فانا دلوقتي عند الجهاز القديم هكتب في السيرش فاير وول واتاكد ان انا هختار ويندوز ديفندر فاير وول مش اي حاجه تانية، لان في هتلاقوا اختيارات تانية زي تشيك فاير وول ستاتس زي مش عارف ايه. لا انا اتاكد ان انا هختار ويندوز ديفندر فاير وول. طيب فهختار ويندوز ديفندر فاير وول، هاجي على الشمال كده هلاقي في امر اسمه تيرن ويندوز ديفندر فاير وول اون اور اوف، هضغط عليه وهعمل تيرن اوف في الاثنين في البرايفت وفي البابليك، وبعد كده اوكي. واهم حاجه بعد ما اخلص عمليه النقل تماما ارجع تاني للجهاز القديم وارجع تاني اعمل انيبل للفاير وول او ارجع اشغل الانتي فيروس مره اخرى. تعالوا بقى نروح تاني او نرجع للجهاز الجديد. فانا دلوقتي رجعت للجهاز الجديد، هضغط على كانسل وهرجع تاني للادرس بار واضغط انتر. زي ما انتم شايفين ده الدايلوج اللي انا بقول لكم عليه، فكده معناها ان انا فعلا قدرت ان انا اعمل كونكت او انشئ كونكشن ما بيني وما بين الجهاز القديم. هو بس بيسالني او بيتاكد انت عايز تلوجن بانهي اكونت. هكتب ادمنستريتور والباسورد هو نفس الباسورد اللي انا عملت له اساين هناك. انا طبعا عملت باسورد كده اي كلام 1 2 3، وبعد كده هضغط على اوكي. زي ما انتم شايفين حاجه في منتهى الروعه، انا دلوقتي قدرت ادخل على كامل البارتيشن الخاص بالدي. تخيلوا لو بارتيشن كامل فيه او حجم كبير جدا من الداتا، ما كنتش هتقدر توصل للداتا دي الا يا اما عن طريق الطريقه دي او عن طريق ان انت بقى اكسترنال هارد، ومش كل الناس معاهم اكسترنال هارد او يقدروا يشتروا اكسترنال هارد. فالطريقه دي اوفر، ممكن تكون يعني مش عايز اقول صعبه ولكن تكون صعبه سنه خصوصا للناس المبتدئين او ما عندهمش خبره في التعامل مع موضوع الكونكت والكلام ده كله. لكن انا شايف الخطوات سهله وبسيطه، ولو تمشي واحده واحده هتلاقي الموضوع يعني ما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. فدلوقتي خلاص انا دخلت على البارتيشن وشايف كل الداتا اللي فيه، هعمل سيلكت عليه وبعد كده هعمل كوبي وهاجي من الشمال اختار زيز بي سي وهروح عند الدي واعمل رايت كليك بيست. يبقى انا كده بنقل الداتا من الجهاز القديم للجهاز الجديد. طبعا بقى موضوع الوقت هياخد وقت قد ايه على حسب حجم الداتا.
دلوقتي زي ما انتم شايفين تمت بنجاح بفضل الله عمليه انتقال الداتا من الجهاز القديم للجهاز الجديد. هختم معاكم بقى الفيديو بمجموعه من النصايح المهمه جدا تساعدكم على اتمام العمليه دي بنجاح، خصوصا للناس المبتدئين اللي هم برضو تعاملهم مع الكمبيوتر على خفيف. يعني دلوقتي النصيحه الاولى، انت دلوقتي لو بتعمل عمليه نقل الداتا من الجهاز القديم للجهاز الجديد والداتا دي حجمها كبير، فوارد انها تاخد وقت طويل، وبالتالي وارد ان انت ما تربطش نفسك بالجهاز. يعني ممكن تقوم تعمل اي حاجه لغايه ما عمليه النقل تخلص، فتسيبه مثلا فتره ساعه او ساعتين. وارد بدرجه كبيره جدا ان انت لما ترجع تلاقي عمليه النقل دي توقفت عند نقطه معينه وما كملتش. ده بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجه ان الويندوز كمبيوترز بيبقى فيها سيتنج خاص بحاجه اسمها الباور سيتنجز. الباور سيتنجز ده عباره عن اعداد بيشوف لو انت سايب الجهاز لفتره معينه بدون اي اكتيفيتي او بدون اي نشاط انت بتمارسه على الجهاز، بيدخل الجهاز في حاله اسمها حاله السليب حفاظا على الطاقه، خصوصا في اللابتوبس. لان اللابتوب طبعا لو شغال على البطاريه فالاعداد ده مهم جدا جدا عشان يحافظ على عمر البطاريه. فبالتالي ضروري جدا ان انت لو هتسيب الجهاز فتره طويله مثلا ساعه ساعتين او اكتر على ما عمليه النقل تخلص، فعشان تحافظ ان عمليه النقل دي تفضل شغاله لغايه النهايه يفضل ان انت تدخل تعدل في الاعداد الخاص بالباور سيتنجز وتطول المده، او ان انت تقفله مؤقتا لغايه ما عمليه النقل تخلص ترجعه للوضع الطبيعي. طيب بعمل الكلام ده ازاي؟ من بره كده بفتح علامه الستارت وبختار سيتنجز، وفي سيتنجز بختار سيستم. على الشمال هلاقي في حاجه اسمها باور اند سليب، هبص الاقي في اعداد خاص بالسكرين واعداد خاص بالسليب. موضوع السكرين يعني الشاشه تطفي بعد قد ايه مش فارقه معايا كتير، انا اللي فارق معايا اعداد اعداد السليب. زي ما شايفين هنا باي ديفولت الاعداد السليب بعد نص ساعه من ترك الجهاز بدون اي اكتيفيتي. عايز اقول لكم ان انتوا لو مثلا دلوقتي دخلتوا على الاعداد دوت من خلال لابتوب، وخصوصا لو شغال على بطاريه، احتمال تلاقوا الوقت ده اقل من كده بكتير، ممكن يبقى 5 دقائق او 10 دقائق. فبالتالي طالما انا عايز احافظ على عمليه النقل انها تتم للنهايه، فبفتح وبختار وقت اطول، او ممكن اختار نيفر لغايه ما عمليه النقل تخلص وارجعه. طبعا يفضل خصوصا لو لابتوب ان انا ارجعه للوضع الافتراضي مره اخرى بس بعد انتهاء عمليه النقل. دي كده النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، دلوقتي انا قلت لكم طبعا موضوع ان اكونت الادمنستريتور ده اكونت خطير جدا واستخدامه بيبقى في الضروره بس. طيب انا خلاص نفذت اللي انا عايزه، نقلت الداتا وعمليه النقل انتهت، فضروري جدا ان انا ارجع بقى للاولد بي سي واعمل ديسيبل تاني لاكونت الادمنستريتور. هعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف. انا دلوقتي رحت عند الجهاز القديم، هروح برضو عند علامه الستارت، رايت كليك، وبعدين هختار كمبيوتر مانجمنت. على الشمال هختار لوكال يوزرز اند جروبس، اختار يوزرز. هروح عند اكونت الادمنستريتور، اول حاجه هرجع الباسورد يبقى بلانك او فاضي. بعمل الكلام ده ازاي؟ بعمل رايت كليك عليه، بقول له سيت باسورد، بروسيد، وبقف عند نيو باسورد بسيبه فاضي، وانزل عند كونفيرم باسورد اسيبه فاضي، وبعد كده بضغط على اوكي. يبقى انا كده خليت الباسورد بلانك. بعد كده رايت كليك على ادمنستريتور بروبرتيز، وبعدين بفعل اكونت از ديسيبلد، وبعدين بضغط على اوكي. يبقى انا كده رجعت اكونت الادمنستريتور للوضع للوضع الطبيعي. النصيحه الثالثه والاخيره، انت دلوقتي مثلا لو عملت كونكت ما بين جهازين عن طريق الراوتر، فبالتالي انت ما تدخلتش او ما كتبتش الاي بي بايدك، وكمان ممكن ما تكونش عارف اسم الجهاز، فهقول لكم على الطريقه اللي تخليك ان انت تقدر لو عايز تكونكت على الجهاز وعايز تعرف اسمه او عايز تعرف الاي بي ازاي تعرف الكلام ده. مبدئيا لو عايز اعرف اسم اي جهاز في الويندوز، بروح عند علامه الستارت وبضغط عليها رايت كليك وبختار سيستم. هلاقي فيه معلومات اساسيه عن الجهاز، من ضمن المعلومات حاجه اسمها ديفايس نيم. احتمال طبعا لو انتوا سايبين الاسم على الاسم الافتراضي بتلاقوا اسم كبير شويه كده، الويندوز بيديه بشكل عشوائي للجهاز. لو انتوا عايزين تغيروا اسم الجهاز ممكن من حاجه اسمها رينيم ذيس بي سي. دي كده طريقه ازاي اعرف اسم الجهاز. تعالوا نشوف مع بعض ازاي اقدر اعرف معلومه الاي بي. اسهل حاجه وابسط حاجه لو انا عايز اعرف معلومه الاي بي، ان انا باجي في السيرش وبكتب امر كوماند COMM بس، بيظهر لي حاجه اسمها كوماند برومبت، بضغط عليه بيظهر لي حاجه اسمها سطر الاوامر، وبكتب امر كده اسمه ipconfig وبضغط انتر. تمام، هلاقي في حاجه اسمها IP ادرس، فهنا بيقول لي 192.168.1.2. خلاص خدوا بالكم ان امر ipconfig هما زي كلمتين لازقين في بعض، مفيش سبيس بينهم. ipconfig ككلمه واحده، وبيتكتبوا كابيتال او سمول عادي جدا.
تمام. دي كده طريقه معرفه الاي بي. وبكده اكون وصلت معاكم بقى لنهايه الفيديو. ارجو ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعيل زرار الجرس عشان توصل لكم تنبيهات بكل جديد بقدمه في قناه دروس كمبيوتر. نتقابل على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.